الأغنية بدأ العمل عليها بسنة 2021. ضلينا نشتغل على العمل هذا لمدار 3 سنوات حتى طلعت هاي الأغنية على الشاشة. ما قبل 3 سنوات بدأنا باللجنة التحضيرية، وظيفتها هي اختيار الأغاني. كانت اللجنة من منبج، من الرقة، من الطبقة، من كوباني، من قامشلي. ضلينا فترة ما يقارب 6 شهور باختيار هاي الأغاني. انتقلنا للمرحلة اللي بعدها هي التجهيز الموسيقي. طبعا كان على عاتق ماموستا حكمة ميلان، هذا الرجل العظيم الموسيقار الرائع جدا اللي كان له الفضل الأكبر بهاي الموسيقى الرائعة اللي طلعت بهذا العمل الجميل. بلشنا اختيار الأصوات. اختيار الأصوات طبعا تم حسب اللون. الأغاني كانت منوعة، شيء كان مكون الكردي والعربي والمردلي. تم اختيار الأصوات حسب الأغنية، حسب كل فنان ما تليق له هاي الأغنية، وعلى هذا الأساس تم اختيار الفنانين المشاركين بهذا العمل. بلشت مراحل التسجيل. طبعا مراحل التسجيل كانت متعبة جدا. جميع الأصوات العربية والمكونات العربية غنت باستديو الطبقة، بالإضافة لاستديو هنرجاولات اللي كان أيضا العبء الأكبر عليه كمان بالتجهيزات الموسيقية والأصوات الكردية اللي سجلت، والكورس الكردي اللي سجل بهذا العمل. أيضا استديو شهبة كان له دور، أيضا سجل بالنسبة للأصوات اللي من شهبة أو كانت من حلب. أما أصحاب الفكرة يعني مشكورين، هي سلسلة. طبعا هم هاي السلسلة هم أصحابها نفس الأشخاص اللي هم هافال دليل مرساز وهافال بيكاز داري، هم أصحاب هاي الفكرة بداية من أصالة الروح وألحان منسية وللحياة نغني.